في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمنظومة التعليم والارتقاء به وتشجيع كافة المتميزين من الطلاب والمعلمين، شهد صباح اليوم كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ الحفلة الكبيرة الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتكريم الطلاب أوائل الجمهورية وأوائل محافظة الإسكندرية والإدارات التعليمية الثمانية. وأكد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تدعم كل متفوق ومبدع وصاحب المهارات العالية والمتميزة في كافة الأنشطة الطلابية بمراحل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفني بفروعه المختلفة الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. كما قام محافظ الإسكندرية بتكريم عدد من المعلمين ومديري إدارات الأنشطة والتوجيه الرياضي والمسرحي ومن نقابة المعلمين والإدارات التعليمية المختلفة الذين ساهموا على مدى العام الدراسي في رفع كفاءة وتطوير العملية التعليمية وبذل الجهود الكبيرة ليخرج منتج أبنائنا المتفوقين وأوائل الجمهورية والذي نفخر بهم. وقد أكد السيد جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أكد أن هذا العام يشهد تكريم نحو 87 من تلاميذ وطلاب المراحل المختلفة، حيث تتراوح المكافآت المالية بين 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه لكل طالب حسب المرحلة التعليمية، مع توزيع الدروع وشهادات التقدير المهداة من وزارة التربية والتعليم الفني. Dr. Mohammed Sultan, Governor of Alexandria, and Dr. Suad Al-Khouli, Deputy Governor, honored 87 students from different educational stages and on top graduates of Thanawi Amma, Egypt's General Secondary Certificate. The festivity was held in cooperation with the Education Directorates in Alexandria. A number of teachers and supervisors and syndicate executives were also honored for their remarkable efforts during the academic year. Par ailleurs, le gouverneur d'Alexandrie, Dr Sultan, et la vice-gouverneure, Dr Sohail El-Khouli, ont assisté à la cérémonie organisée pour honorer les étudiants excellents du baccalauréat. Le gouverneur a affirmé que l'État consolide tout étudiant excellent ou innovateur, que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire général ou technique. Le premier sous-secrétaire d'État au ministère de l'Enseignement et de l'Éducation à Alexandrie, Dr Goma Dekri, a de son côté dit que le gouvernorat honore cette année 87 étudiants. À la fin de la célébration, le gouverneur a honoré nombre d'instituteurs et de directeurs des administrations éducatives.